اللعبة يلي ملايين الأطفال بيلعبوها حول العالم اختفت بالكامل من قطر. شو صار وليش تم حظر روبلوكس بالكامل؟ القصة يلي هزت الإنترنت. روبلوكس هي مو مجرد لعبة، هي عالم افتراضي كامل. أي لاعب ممكن يصمم لعبته الخاصة ويتعرف على ناس جديدة ويعيش مغامرات بلا حدود. بس هي الحرية الكبيرة جابت معها مشاكل أكبر. الأهالي في قطر بلشوا يحسوا بالخطر، قالوا إنه هي اللعبة فيها محتوى ما بيناسب الأطفال، تواصل مع غرباء وحالات تحرش افتراضي، ومع غياب رقابة حقيقية الخوف صار أكبر. 13 أغسطس 2025 المفاجأة، اللاعبين ما عاد يقدروا يدخلوا اللعبة نهائيا، حتى لو نزلت من المتجر بتوقف عن شاشة البداية. بهالقرار قطر صارت مع الدول الثانية اللي حظت الروبلوكس مثل الصين وتركيا وعمان اللي سبقت وحظت الروبلوكس، والسبب حماية الأطفال والمحافظة على القيم الاجتماعية. هل كان قرار الحظر هو الحل ولا في طرق تانية لحماية الأطفال بدون منع اللعبة تماما؟ شاركونا رأيكم بالتعليقات.